السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله نعمل مع بعض البسبوسة المكرملة. شايفين ما شاء الله جميلة ازاي. تعالوا نسمي بسم الله ونشوف مقاديرنا ايه. معانا كوباية من السكر وربع كوباية مية، نحطهم كده على النار يغلوا شوية. معلقة كبيرة عسل كلوكوز، نسيبهم كده شوية لغاية ما يبقى لونهم ذهبي يكرملوا معانا. نهز الطاسة بقى كده، شايفين لونه بقى كده كرمل معانا. معايا هنا بقى كوباية الا ربع من اللبن، كوباية الا ربع من السمنة، نقلبهم بقى كده كويس قوي. طبعا انا شلته من على النار علشان بيفور وارجع ارجعه تاني على النار. حطيت بقى كده السمنة كوباية الا ربع، سيبناهم بقى يغلوا شوية لغاية ما السمنة تسيح معانا وكله بقى دايب مع بعضه بالشكل ده كده. معايا بقى نص كيلو من البسبوسة، واحط الخليط ده بعد ما برد، بس مش برد قوي يعني، يكون دافي دافي كده حاجة بسيطة، ما يكونش سخن. واقلب كله مع بعضه كده. شايفين بقى بعد ما قلبناه كويس. صينية بقى مدهونة من السمنة، وانزل فيها خليط البسبوسة وافردها بقى كده كويس قوي، واظبطها كده واسويها بظهر المعلقة. مقادير الشربات بقى كوباية ونص من السكر وكوبايتين مية، نسيبهم يغلوا شوية كده على النار زي ما انتوا شايفين كده، وبيكون سخن طبعا والبسبوسة سخنة. وبنحط في الاخر قطعة من السمنة. بعدين كده طلعت من الفرن وسقيتها الشربات بالشكل ده كده، وبنقطعها بقى. طبعا لازم نسيبها لما تبرد شوية، تشرب الشربات وتبرد شوية علشان نعرف نقطعها. معلش يا جماعة الإضاءة هي اللي عاملة كده، لكن هي متحمرة ومستوية وجميلة بصراحة. الإضاءة ظلمة والله يا جماعة. طبعا ما كانتش باردة أوي لسه، بس احنا سيبناها يعني لما بردت